معانا الفنان الصاعد مسلم. اهلا بك يا استاذ مسلم. اهلا بحضرتك يا استاذ. ممكن تقدر تكلمني عن دورك في مسلسل شركة المرعبين المحذوفة؟ والله انا دوري ضيف حلقه ان شاء الله في الحلقه الخامسه. متقدم للوظيفه. هو المفروض ان هو متقدم مغرور شويه وكده يعني، بس عشان برضو ما احرقش التفاصيل لا، ما باذن الله. ما ان تحكيش، شاء الله عايزين نتفاجئ بحضرتك في رمضان ان شاء الله. باذن الله. طيب بإذن الله. كلمني عن ده اول عمل لحضرتك؟ لا، انا كان في قبل كده كان في مسلسل الملك احمس، بس للاسف اتوقف. كان ليا كذا مشهد، 5 مشاهد تقريبا. استاذ عمرو يوسف واستاذ محمد لطفي. بس للاسف اللي اتوقف عرضه. شاركت برضو في اعلان وي الاخير مع استاذ اكرم حسني. واخر حاجه كانت فيلم عمهم، كان ليا مشهد مع استاذ محمد امام واستاذه هدى المفتي. ما شاء الله، مثلت مع عادل امام، ده حاجة حلوة قوي. محمد امام. محمد امام، تمام. وكان برضو في مشهد تاني، بس كان في كذا حد يعني. كان استاذ باسم سمره واستاذ محمد امام واستاذ هدى المفتي وعبد الكريم او عبد الحكيم الصيني ده اللي هو. تمام. طيب في حاجة عمل لرمضان تاني مع شركة المرعبين؟ والله وحاليا لسه يعني، لسه في ناس بتتكلم اللي انا ممكن يكلموني وكده في يعني لسه، بس لسه مش حاجه اكيده يعني. طيب ايه الاعمال اللي حابب تعملها؟ والله هو يعني اكيد يعني مثلا ممكن الكوميدي، برضو الكوميدي بالنسبه لي حاجه كويسه. تعرف تمثل كوميدي حلو؟ تمام. الدراما برضو. مين بيعجبك من الشباب في الكوميدي؟ استاذ محمد ثروت طبعا. محمد ثروت، تمام. بالنسبه يعني كفنان كبير يعني. بس ده في الكوميدي بصراحه. استاذ حمدي المرغني برضو بقى كشاب حمدي المرغني ده مشكله ما شاء الله. بس وبالنسبه للدراما برضو، شغل الدراما بحبه برضو. تمام. اتمنى لك التوفيق يا رب، وان شاء الله بالعمل الجديد هنشوفك ربنا في يخليك. رمضان. اتشرفت بيك يا شرفت بيك يا أستاذ. اتشرفت بيك.